السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض الكبدة المستوردة بكل انواع، بكل حاجة فيها هنعملها، والطحينة والسلطة والكبدة وكل حاجة هنعملها مع بعض. هنا معانا تمن طحينة، ونزلنا بمعلقة خل ونص ليمونة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي اجمل طحينه هتاكلوها، بس خدوها اعملوها زي ما انا عاملاها بالظبط ودوقوا الطحينه وشوفوها جميله ازاي، منتهى الروعه والجمال. اهو بالشكل ده، مجرد ما هتنزلي عليها الليمون والخل هتلاقيها تقلت منك قوي. تاخديها حبه بحبه صغيرين ميه لحد ايه ما تبقى قوامها معاكي مظبوط. اهو في اللي يحط عليها زبادي، بس انا ما بحبش احط عليها زبادي، انا بحب اعملها زي بتاعه المحلات بالظبط. بس بتاعتي اروع من المحلات بصراحه، هتجربوها وهتشوفوها هتلاقوها جميله جدا. اهو بعد اول حبه ميه عليها بيضت وبقت جميله بالشكل ده، بس تقلت تاني برضه تتقل، كل ما تنزلي الميه تتقل اكتر. اهو بالشكل ده، يا ريت تجربوا طريقتي مش هتندموا ابدا، طريقه حلوه وسهله وسريعه. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، انا جايبها لكم خطوه بخطوه علشان تشوفوها بالظبط وتعملوها تجربوها ان شاء الله زي بالظبط. اهو شايفين حبه الميه صغيره لحد ما قوامها يكون مظبوط معاكم 100%، وهجربوا طريقتي ان شاء الله مش هتندموا ابدا. اهو بالشكل الحلو ده. اهو نقلب، ودي نص معلقه دقيق بسيطه، نص معلقه دقيق. انتوا عارفين بتوع المطاعم مش هيحطوا لكم طحينه كامله خالص، علشان يكسبوا، فهم بيحطوا حاجه يعني رمز من الدقيق. حطيت حاجه بسيطه خالص اهو، علشان ايه؟ تجربوها يعني، تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها، هي نص معلقه مش هتعمل حاجه. هنا نزلنا بربع معلقه توم، ونزلنا بنص معلقة فلفل اسمر اهو، ونص معلقة كمون، اقل من نص معلقة الكمون علشان مش تمرر معاكم بالشكل ده. وهننزل بمعلقة، نص معلقة شطة كمان، دي معلقة صغننة اللي هي بتاعة التوابل، ونص معلقة ملح حسب الرغبة، والشطة برضو حسب الرغبة. هنقلب كويس، قوامها اتظبط معانا، التوم بيخليها جميلة والشطة اجمل والكمون والفلفل الاسمر. جميلة 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 يا بنات. نص معلقة الدقيق تخليها قوامها تحفة تحفة تحفة، ومش هتظهر فيها خالص، مش هتظهر في الطحينة خالص خالص. اهو شايفينها جميلة ازاي، والله تتشرب بالمعلقة حافة تتاكل حاجة. وهنا معانا طماطم وبصل وكزبرة وجرجير، نزلنا بنص معلقة شطة، بنص معلقة كمون وخيار وجرجير، كل الانواع، ونص معلقه ملح على حسب الكميه اللي عندك. وهنقلب كويس خالص، وهنعمل شويه سلطه جمال جمال جمال، هم حراقين وجمال، وقرن فلفل اخضر اهو. وننزل بالميه بالشكل ده كده. انا غالبا ما بحطش ميه كتير في السلطه يا بنات، بس دي علشان ايه؟ العيال عايزينها زي بتاعه المطعم بالظبط. اهو بالشكل ده. وهنا الكبده شايفينها فاتحه وجميله ازاي، نص معلقه فلفل اسمر، وحاطين بهارات الكبده وذره من الكمون. وهنا هننزل بنص ليمونه اهو، ومعلقه خل ان شاء الله، ومعلقه خل، نص معلقه يعني حبه ملح على حسب الكميه اللي عندك، ومعلقه خل. وهنقلبهم مع بعض كويس خالص يا بنات، ونسيبهم شويه يشربوا في بعض على ما نخلص اللي ورانا، هيكون يشربوا في بعض بالشكل ده. معانا نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، رده، دقيق، ملح، وبالشكل ده. وهنعمل بيهم نقلب فيهم اللي هي الكبده، وهننزل في زيت سخن عميق بالشكل الحلو ده كده يا بنات. وادي الكبده بتاعتنا اهي بعد ما استوت. والسندوتشات هنعمل احلى سندوتشات، وادي السلطه والطحينه. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وحطوا شير، ودمتم في رعايه الله.